باتباع نهج النبي بالتقليد الإنسان بيزيد علمه لغاية ما يبقى يتلقى العلم من الله. تلقى العلم من النبي في منطقة الشريعة والطريقة. التجويد في الشريعة والطريقة يسلم ليتلقى العلم من الله. العلم من الله كله في القرآن، منه حاجات ترد في النصوص الفردية، تركيز على الفردية، أنه مجال التكليف عند الله، مجال التشريع، مجال الغاية، موضع نظر للوجود هو الفرد. الدين ماشي في اتجاه تحقيق فردياتنا مش سجنة تقاطيع. أنا ظهر لي العمل ده، ظهر لي أنه النبي يقول لك كون أصيل، استقل عن التقليد. لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه قلدوني لتحققوا أصالتكم زي ما أنا حققتها وقالت. المسألة دي أنا لما جاتني في الأول شكيت فيها شك كثير ودفعتها عني دفع كثير، لكن ألح الصورة اللي ظهر لي أن أنا لو مشيت في الصلاة التقليدية أنا ماني عابد يا الله، ولا خوف الناس يقولوا عني شو، ولا خوف أن أسلم نفسي لا الله، خفت من أن أكون ضال. الحالتين دي يخلنا العبادة لغير الله. المسألة دي لما ظهرت عندي يقين من العلم اللي في القرآن، ويمكن أن تقول من العلم اللي دوني من الله، اللي يوصلك لتاخذ من الله. المسألة دي لما ظهرت ظهور محسوس ومجسد عندي، وأي عمل غيره يبقى عمل لغير الله، ده كان برهان.